ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي ازاي اقولك تعملي برام رز مدسوس او الرز المعمر الفلاحي بالطريقة الاصلية بتاعتنا في الريف، وازاي يطلع معاكي مفلفل كده ومش معجن ويكون البرام خاتم كده. انا بحب البرام يكون خاتم كده، ما يكونش الرز بعد ما يستوي في نص البرام او تلتين البرام، الشكل ما بيكونش لطيف. لكن لما بيكون خاتم كده الرز بعد ما استوى كده مال البرام كله واحد متساوي، لا حته عاليه ولا حته واطيه، والمطبات الصناعيه اللي بتكون في شكل البرام دي لا. وازاي يعمل معانا الوش الاحمر الجميل ده واللمعه الحلوه دي من غير اضافات مواد دهنيه كتير ولا حليب كتير ولا كل الافتكاسات ولا الدهن برام ولا الحوارات دي كلها. اتمنى الفيديو يعجبكم ويلا بينا على الفيديو على طول. اول حاجه انا هعمل برام ساده وهعمل واحد باللحمه، الصغير هيكون ساده والكبير هيكون باللحمه. احنا في الريف بنحبه حادق او ما بنحبوش عليه سكر يعني، فاللي حابب يحط سكر في الساده. طاجن الرز اللي هو الحلو يبدل بدل الملح